دفعة قريبة لإيجي ستايلز، درو ماكنتاير بلشت توضح أموره، والأعضاء اللي هتكون مع فريق كودي روتس والجادجمنت داي هتكون صادمة. من غير ما نطول عليكم الفيديو، ادعوا لأخواننا فلسطين. نبدأ بالفيديو. Acknowledge me. Welcome to the season premiere. أول خبر عنا لليوم، إيجي ستايلز كان المقرر وطلعت أخبار كثيرة إنه راح يطلع الأسبوع الماضي في الفرايدي نايت سماك داون، بس ما طلع. لكن الأسبوع الجاي راح يطلع 100%، يكون بوجود سولو سكوا وتقديمه بعد ما فاز على جون سينا. طبعا راح تستكمل العداوة لأنه أصلا سولو سكوا هو اللي أصلا اللي دمر إيجي ستايلز، فراح يرجع وتصير مباراة بينهم. وأصلا راح تكون في مباراة بالعرض بين إلي نايت وجيمي أوسو، راح يتدخل فيها أكيد سولو سكوا، وراح يتدخل إيجي ستايلز كمان عشان ينقذ إلي نايت، وتصير مباراة ثنائية. بعد ما يفوزوا بتدخل رومان رينز، وبتتحدد رسميا العداوة الجديدة والدفعة الجديدة لإيجي ستايلز في مواجهة رومان رينز. ثاني خبر عنا وهو انه سي ام بانك خلص عم بلمح رسميا انه راح يرجع للدبليو دبليو اي. طبعا يا جماعة الخير اللي ما بيعرف زيد ما بيحب سي ام بانك من وقت ما طلع بالدبليو اي، بس مبدئيا هاي الصورة بتوضح لنا اي شيء. هذول بطلين خارقين مبدئيا قاعدين عم بواجهوا بعض، وكان بينهم عداوة ورجعوا. فهذا هو فعليا نفس اللي قاعد بيصير مع سي ام بانك، انه كان بينه وبين دبليو دبليو اي مشاكل، وهسه خلص انحلت الخلافات وراح يرجع قريبا. لكن استنوا للخبر الأخير راح تعرفوا إشي بيتعلق بسي ام بانك. بس المهم إنه أنا متحمس صراحة لعودته وبحب أنا سي ام بانك عكس زين. آخر وأحلى خبر طبعا هو مدموج بين درو ماكنتاير والشخص اللي راح أحكي فيه بالأخير اللي كلكم شفتوا صورته بالثامنيل. مبدئيا يا جماعة الخير، درو ماكنتاير أخيرا بين مستقبله، ودرو ماكنتاير راح يكون العضو الخامس في الجادجمنت داي، أو العضو الخامس مزبوط، راح يكون العضو الخامس في الجادجمنت داي، وراح يكون له دور كبير. وهون راح يتحول لشخصية الهيل. هاي هي، واخيرا عرفنا شو مستقبل درو ماكنتاير. اما بالنسبة للعضو الخامس مع فريق كودي رودز راح يكون صادم جدا، واللي هو عودة راندي أورتن. طبعا عودة راندي أورتن ما راح تكون في السرفايفر سيريس، راح تكون في السماك داون، اللي هو قبل بالتحديد قبل عرض السرفايفر سيريس، ماك داون الاخير قبل عرض السرفايفر سيريس. ليش؟ هلا بحكي لكم نهايه الفيديو. طبعا يا جماعه الخير افرحوا انبسطوا زغرتوا، راندي اورتن اخيرا رجع بعد شو تقريبا نص سنه، يمكن كمل سنه يمكن تقريبا، واحنا مش شايفينه. انا من اكثر الناس بحب راندي اورتن، كثير بحب راندي اورتن. انا لو مش حاطه من ضمن قائمه اكثر 5 بحبهم، لكن انا كثير بحب راندي اورتن جدا. هذا الخبر صراحة ولع الدنيا، بس هذا الخبر موثوق 100% لأنه موقع فاير فول، وهذه التسريبات كلها صحيحة 100%. ليش بدهم يرجعوا بالسماك داون الأخير قبل سرفايفر سيريس؟ هاي لها علاقة بخبر سي ام بانك، لأنهم قاعدين عم بيحرقوا على عودة سي ام بانك، فالكل عم بيحاول يغطي، الدبليو قاعد عم بتغطي على عودة سي ام بانك. بدهم يرجعوا راندي أورتن عشان ينسوا موضوع سي ام بانك، عشان السرفايفر سيريس تكون صدمة انه عودة سي ام بانك في السرفايفر سيريس. طبعا انتوا لما تاخذوا الفيديو تاعي راح تشوفوا كله حرق بحرق واحداث بعدها. فيعطيكم العافية، هون نكون وصلنا لنهاية الفيديو تاعنا. لا تنسوا بكرة ان شاء الله راح ننزل فيديو احرق فيه زيد، المونتاج اللي عمله حلو للأمانة، بس راح احرق فيه زيد الفيديو تاعي بكرة. ترقبوا، ولا تنسوا انه انا اللي لازم افوز بالحرب كالعادة. حرب المشاهدات الي فقط، مجد جيش مجد لازم نسميكم. يعطيكم العافية جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.